بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الاختبارات اللي نزلتها الوزارة عشان الفصل الدراسي الاول، وبدأت هي نزلت من رابعة ابتدائي لعند تالتة اعدادي، وانا هبدأ معاكم بنموذج اولى اعدادي اللي هو مجمع متعدد التخصصات، وبيديني الزمن ساعتين، والمفروض الورقة الامتحانية بتحتوي على 35 سؤال في المواد الدراسية الأساسية من نوعية، طبعا كله اختر من متعدد. تمام كده. وإن شاء الله هحل معاكم 5 ابتدائي، وهحل معاكم تانية وتالتة إعدادي كمان. ربنا ييسر الحال إن شاء الله. فأنا ببدأ معاكم طبعا دي كده شكل الورقة أهوت. هنبدأ. أنا هحل معاكم الرياضيات، رابعا الرياضيات، وبيجي بعد كده خامسا العلوم، وهو مدي 3 نماذج لأولى تانية تالتة. فأنا هبدأ معاكم علشان بس الوقت في رابعا الرياضيات، وتعالوا معايا كده. أول حاجة بيقول لي إذا كانت س بتساوي 2/7 وص بتساوي 7. طبعا أنا اما أضرب الاتنين في بعض يا جماعة فدي بسط مع مقام، فاللي هيتبقى لي الكام؟ الاتنين. تمام. السؤال التاني بيقول لي إذا كان س ناقص 3 لكل تربيع بتساوي س تربيع ناقص 6 س زائد م. مديني ده ثابت، بس أنا عندي هنا فك القوس تربيع، وهو عبارة عن مربع الأول ناقص 2 الأول في التاني زائد مربع التاني. فمربع التاني عبارة عن كام يا ولاد؟ عبارة عن 9، لأن مربع التلاتة 9. طب العامل المشترك ما بين الحدين 30 س تربيع ص أس 3 و5 س ص. طبعا العامل المشترك ما بين العامل العددي هنا 30 والخمسة، طبعا الخمسة. في حالة الرموز أنا باخد الرمز بأقل أس وباخد الرمز المتشابه، فأنا هاخد 5 س ص، 5 س ص. تمام كده. هو الاختيار رقم باء. المنوال للقيم 4 و3 و7 و5 و5. طبعا كلمة منوال يعني القيمة الأكثر شيوعا، يعني القيمة اللي اتكررت كذا مرة. فهنا طبعا القيمة كام؟ 5. تعالوا لرقم 5، وبيقول لي إذا كان قياس الزاوية أ زائد قياس الزاوية باء ب180، فإن قياس الألف والباء. لما يكون عندي زاويتين يا ولاد مجموعهم 180، يبقى الزاويتين دول مالهم؟ متكاملتين على طول. طب لو مجموعها 90 يبقى متتمتين. تمام كده يا ولاد. طيب إذا كان المثلث أ باء ج يطابق المثلث س ص ع، فإن بصوا هو قال لي س صاد، يعني خد الرمزين اللي ورا بعض دولي، فقال لي بيساوي مين؟ ألف باء. طبعا الإجابة دي اللي صح. لو لاحظتوا الاختيارات التانية مش ماشية قصاد بعضها في التطابق، باخد كل رمز مع اللي قصاده، كل رمز مع اللي قصاده. طب إذا كانت الزاوية ألف تطابق الزاوية باء، وده معناها إن الزاويتين قياسهم متساوي يا ولاد، وقياس الألف ب30، يبقى قياس الب المنعكسة بكام؟ ما هي معنى كده ان الب برضو ب30، فالزاوية المنعكسة انا بجيبها من 360 ناقص الحدة بتاعتها او ناقص ال30 ديت، فطبعا هتبقى عبارة عن 300 وكام و30، يعني 360 ناقص ال30 فهتديني 300 وكام و30. تعالوا للشكل المقابل، وبيقول لي انا عندي شعاع بيوازي المستقيم بألف، وعايز مني قياس الزاوية ديت. بصوا هو عايز الزاوية ديت، ومديني زي ما انتوا شايفين ده الجيم باء ب55، ه ده ألف ب32. طبعا الزاوية ديت بتساوي الزاوية باء بالتبادل، وبالتالي أنا هطرح ال32 من ال55، فإذا هيكون قياسها كام يا ولاد؟ 23. ويلا بينا على النموذج التاني كده سريعا، ونحل منه جزء الرياضيات ورابعا الرياضيات. بيقول لي الزاوية اللي قياسها 70 هتتممها كام يا ولاد؟ تتممها يعني تخلي تعمل معاها 90 درجة. طب إذا كان المثلث أ باء ج بيطابق المثلث س ص ع، وقياس أ زائد قياس ص بيساوي 100. طبعا يعني الألف، بصوا كده يا ولاد معايا، الألف بتساوي س صح؟ يبقى قياس س وصاد بكام؟ ب100، وبالتالي العين ب80. طب ما هي العين بتساوي ج، يبقى إذا قياس الزاوية ج بكام؟ ب80. طب قال لي إذا كان الزاوية باء
تطابق الزاوية جيم، يعني الاتنين بيساووا بعض. واداني شرط تاني جميل قوي ان هما متكاملتين، يبقى كل واحدة فيهم كام؟ 90، لاني هقسم 180 على 2. تمام كده. طب لو اداني نفس الكلام وقال لي زاويتين متتامتين، يبقى كل واحدة فيهم كام يا ولاد؟ 45، لان هقسم 90 برضو على 2. ناخد بالنا كده من الافكار وازاي بتتعمل يعني. طب ج د يوازي ب أ، وعايز مني، هو مديني قياس أ ب ج ب40، وعايز قياس الزاوية، جيم باء د او باء جيم د، هي يعني. هو طبعا من التوازي انا عندي دي بتساوي الزاوية دي، تمام كده. وبالتالي هتكون كام يا ولاد؟ وكلنا عارفين ان هما بيساووا بعض بالتبادل. المعكوس الضربي للعدد واحد طبعا واحد. طب لو قال لي يا جماعة المعكوس الجمعي، لو قال لي المعكوس الجمعي يا ولاد هقول له ايه؟ يبقى -1. تمام كده. ابسط صورة للمقدار س ناقص 2 وس زائد 2 زائد 4. ابسط صورة، يبقى انا لازم اضرب القوسين في بعض، وطبعا القوسين زي بعض بالظبط لكن مختلفين في الاشارة. وهي هتساوي س تربيع ناقص 4، ناقص 4 هتروح مع الاربعة وهيكون الناتج س أس 2. تمام كده، او س تربيع. عايز مني اقسم المقدار، او اقسم 25 س تربيع ص تربيع على 5 س تربيع ص تربيع. طبعا 25 على 5 فالخمسة، بقسم العوامل العددية الأول وباخد الحدود المتشابهة وبطرح الأسس. يعني هنا تبقى 5 س أس 5 ناقص 2 ب3، س أس 3. وطبعا الصاد 2 ناقص 2 بصفر، وأي شيء أس صفر بصفر ما عدا الصفر طبعا بقيمته بواحد. تمام كده. وبالتالي الناتج هنا هيكون لي 5 س أس 3، مبنية على ان انا قسمت 25 على 5 فهالخمسة، وس أس 5 على س أس 2 يبقى س أس 5 ناقص 2 بس أس 3، والسين تربيع على س تربيع بتديني 1. تمام كده. الوسط الحسابي لمجموعة القيم دي طبعا بجمع القيم كلها وبقسم على عددها. فأنا مجموع القيم عندي 10 7 10 20. تمام كده. المجموع كام؟ 20 على العدد 1 2 3 4 5. 20 على 5 فهالكام يا أولاد؟ فيها الأربعة. يلا بينا نشوف النموذج رقم 3. طبعا الاختبارات بسيطة جدا وسهلة وجميلة وفيها أفكار برضو حلوة ممتعة بصراحة. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة طبعا بيساوي كام يا ولاد؟ 360 درجة. طب إذا كان المثلث أ ب ج يطابق المثلث س ص ع، والزاوية باء ب80، الزاوية باء ب80. تمام كده. والزاوية أ ب40. طبعا الزاوية ج كده هتكون بكام يا ولاد؟ ب60. هو عايز بقى الزاوية مين؟ عين. ما هو أنا عارف إن الزاوية ج ديت هياها أو بتساوي الزاوية عين، وبالتالي هيكون قياسها كام؟ 60. طيب إذا كان الشكل أ ب ج د يطابق الشكل س ص ع، فإن الألف د بتساوي إيه؟ تعالوا نشوف هو خد إيه من الشكل. خد الألف د. أنا بمشي زي ما هو مشي بالظبط يا ولاد، بمشي زي ما هو مشي بالظبط. هو خد أول رمز وآخر رمز. تعالوا كده الأول رمز وآخر رمز أهو، يبقى س ل أهو. تمام كده. طيب في الشكل المقابل إذا كان عندي طبعا مستقيم وشعاع بيتقاطع معاه ونقطة بدايته على المستقيم دي زاويتين متجاورتين ومتكاملتين على طول، أو خلينا نقول إن هنا زاوية مستقيمة أهيت ب180، الجزء ده ب40، يبقى إذا الجزء ده بكام يا ولاد؟ على طول ب140. طب إذا كان عندي س ناقص 2 على س زائد 5 بتساوي 0، فإن س تساوي كام؟ طبعا لو عندي الكسر ده بيساوي 0 يبقى لازم البسط يكون بيساوي كام؟ 0. وبالتالي عشان البسط يساوي 0 لازم الس تكون بكام؟ ب2. طيب الحد الجبري س ص أس 2 من الدرجة الكام يا ولاد؟ طالما عايز درجة يبقى أنا ببدأ أشوف الأسس. هنا 2 و1 يعني من الدرجة الثالثة. باقي طرح 15 س من 20 س هو كام؟ طبعا بجيب اللي بعد المن الأول وبقول 20 س ناقص 15 س يبقى بكام يا ولاد؟ ب5 س.
تمام كده. آخر مسألة معايا، المنوال لمجموعة من القيم 4 و4 و3 و2 و1. زي ما اتفقنا، منوال يعني قيمة أكثر شيوع، يعني قيمة اتكررت كذا مرة، فطبعا عندي هنا القيمة كام؟ الأربعة. بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا يا ولاد، وان شاء الله رب العالمين هعمل معاكم او الفيديو اللي جاي هيكون عبارة عن سنة تانية اعدادي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.